السلام عليكم، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ لاباس عليكم كدايرين؟ يا رب تكونوا بخير وسنة سعيدة عليكم بكل ما تتمنوا. كنت اتمنى ان انا اقابلكم في ظروف احسن من كده او اجواء احلى من كده، بس الله غالب. وهبدأ معاكم كلامي عن فاطمة كرتوت، طليقتي، واللي اطلقت عليها فاطمة بيلاروزا. ابدأ اتكلم بخصوص اعترافها الاخير بغلطتها في ان هي دخلت احد الاطراف او طرف ثالث في مشاكلنا الخاصة، وده زاد الطين بلة وزود المشاكل اكتر. الان هي دخلت اكتر من 350 الف متابع في المشاكل الخاصة بتاعتنا، فالحمد لله هي دمرتها وجابتها على اخرها خلاص. وللاسف هي تحدثت بشكل مقتضب جدا، وشكل يبين للناس قد ايه مدى الظلم اللي وقع عليها وقد ايه مدى الغدر اللي تعرضت له. وده طبعا كذب وعكس الواقع، وده كله ما هو الا ابتغاء البوز والتندونس او الترند او الشهرة. والحمد لله المغاربة كاملين وقفوا معاها ووصلوها للترند. هي حصلت على التندونس او الترند بالقضاء على العشرة والمحبة وعلى جثث اسرتي. حصلت على التندونس او الترند بالمخطط اللي هي قامت بيه واللي دست بيه على العشرة والمحبة وعلى جثث عائلتي في مصر وبتشويه سمعتي. للأسف استغلت ده عشان تعمل توتر في العلاقات ما بين الشعب الجميل المغربي وما بين الشعب المصري، وده طبعا واضح باستغلال زوجها انه سرق منها قناة اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. الحقيقة انا بريء من الواقع ان انا سرقت اليوتيوب وسرقت الانستجرام والفيسبوك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. انا جاي النهاردة عشان اتكلم معاكم بسعة صدر، وعايز منكم سعة صدر وتتحملوني شوية واسمعوني. انتوا سمعتوا طرف واحد فتسمعوا العبد لله، يمكن يكون في خير او اقدر ابين لكم ان انا بريء من ان انا اعمل واقعة زي ديت او ان انا انزل للمستوى دوت. كل شيء انا هتكلم فيه وكل نقطة هرد عليها فيه هتكون بدليل قاطع. الدليل ده يا اما دليل مصور يا اما دليل صوتي، وبحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب. تمام، ان في لحظة من اللحظات الهمني ان انا يكون في تسجيلات، عشان كنت حاسس ان هيكون في غدر الفترة القادمة. والحمد لله الحمد لله ربنا احيانا بينور للواحد بصره وبصيرته عشان يقدر ان هو يدافع عن نفسه في لحظة. لان الغدر او الغدر او ان انا الطعن من شخص قريب كانت زوجتي، وان هي تطعني انا واهلي بالشكل دوت، وهي الحقيقة مش محتاجة ان هي تتكلم على اشخاص بعينهم او ان هي تقول اسامي حد بعينها، يكفي التلميحات، خصوصا ان كلهم ظهروا في قناة بيلاروزا. فعشان كده خلونا نبتدي. هنبدأ نرد على نقطة بالدليل. اول نقطة هبدأ اتكلم فيها وهي بداية السفر. تمام، اكيد انتوا شفتوا الفلوج الاخير ليها لما كانت مسافرة من هنا وكنا عملنا المسحة في السيارة وشفتوا الحاجات دي. طبعا فاطمة قالت ان هي اخدت حوايجها او ملابسها وهدومها وجهزت الشنطة بتاعتها واستنت بس ان المطار يفتح عشان تسافر للمغرب. تمام، وطبعا كانت من اول الناس اللي حجزت، فاضطريت انني ناخذ حوايجي وتسنيت غير المطار يتحل، وكنت من الناس الاولين اللي حجزوا التذاكر وجيت الحمد لله. طبعا ده كله عاري من الصحة. هي ما كانتش عايزة تسافر، وسفرها كان بس عشان لو هتشوف اهلها، بس نتيجة تراكم المشاكل. تمام،
وان هي مفيش حلول متقبلاها. فبالتالي انا خدت القرار ان اول ما الطيران يفتح ما بين مصر والمغرب ان هي تسافر. ليه؟ لان كان من ضمن الكلام اللي بتقوله مثلا انا ما بقدرش ان انا اتكلم مع حد، افضفض مع حد، انا عايز افضفض، انا عايز اتكلم. انت ممكن لما بتخرج من الاوضه بتروح تتكلم مع حد، تتكلم مع والدك مع والدتك، انا مش لاقي حد اتكلم معاه افضفض معاه وكده هوت. فعشان كده خدت القرار ان اول ما الطيران يفتح ان هي تسافر هناك عشان يكون في تنفس، في اريحيه، ان هي تبقى على حريتها وتقدر تتكلم مع حد من العائله فيس تو فيس، وجه لوجه، مش من خلال الكاميرا او الموبايل او كده. الخطوه دي انا اللي خدتها، هتسمعوا دلوقتي الدليل على كده، وهتشوفوا بنفسكم دليل وتذكره الطيران ومين اللي قطعها. انا لما قلت لك تروحي هناك قلت لك ايه؟ قلت لي انا كلمه واحده قلتها لي خلاص، ودي اللي خلتني سرعت السفر. قلت لي ايه؟ قلت لي انا قاعده هنا اهو، محدش بيفهم عليا، ما بشتكيش، ما مش عارفه اعيط، مش عارفه اعمل. قلت لي لا، انت لما بتروح تقعد معاهم هناك ولا تتكلم معاهم هناك، انت عندك حد بتستند عليه او بتكلمه او بتفضفض له. انا قاعده هنا اهو لوحدي. قلت لا، لازم تسافر. النقطة التانية اللي هتكلم عليها اللي فاطمة قالت عليها، وان محدش كان بيتواصل معاها او يطمن عليها عشان يعرفوا اذا كانت حية ولا ميتة او على قيد الحياة. والنقطة التانية موضوع ان هي كانت حرارتها مرتفعة وراحت لعدة دكاترة ومحدش سأل عليها، واكتر من 15 يوم. انا دخلت بواحد تقريبا 15 يوم ديال الحراره كانت مرتفعه ديالي، ما كنقدرش نخرج، ما كانش فيا حتى شي اعراض اللي نقدروا نقولوا مثلا ديال الوباء ولا ديال المرض ولا شي حاجه. كانت فيا اعراض ديال العصبيه، بمجرد ما كنتفكر شي حاجه اولا كنشوف شي حاجه كنلقى الدرجه ديال الحراره ديالي ارتفعت، وليت كنمشي من عند الطبيب والطبيب. هذا الشيء بصفه عامه يعني كنعاودوا لكم من بعد ما وليت بخير. اما في الوقت ديال هاد المشاكل ونجي نهضر عليها ما كنتش قادره نهائيا، ما كنقدرش نتحرك. يعني اللي كيجي كيحط يدو على راسي كيلقى الحراره مجهده، ما كنقدرش نعس، ما كنقدرش ناكل ولا نقدر ندير حتى شي حاجه. كل شيء كيأثر عليا. مالي الدار اولا ماما وخواتاتي كانوا كيقولوا لي شوفي حاولي انك تبعدي التليفون عليك، ما تواصليش. حبست التليفون، حبست التواصل مع كل شيء. كنت كنتوقع انه غيكون واحد التواصل، الناس اخرين غادي تعيط ليا لانه عندهم مثلا طرق اخرى كيعرفوها باش يهضروا معايا. ما كان حتى شي حد كيتواصل، ما كان حتى شي حد كيطمن عليا، ما كان حتى شي حد كيعرفني واش انا مازال على قيد الحياه في الدنيا، مازال كنشم نفس الاكسجين معاهم او لا. يعني كنت في واحد العالم اخر. ابدا الاول بالنقطه الثانيه وهي موضوع الحراره. لو جينا نتكلم على الحراره فهي فعلا صادقه في النقطه دي، هي فعلا كانت حرارتها مرتفعه. اول ما سافرت المغرب، هي سافرت يوم 26/6، فبدأت الحرارة عندها في شهر 7، وده موجود بالمحادثات اللي بيني وبينها، واللي عرفت منها طبعا ان فاطمة عندها درجة حرارة عالية. وكان ساعتها برضو في نفس الوقت درجة الحرارة ارتفعت في المغرب، كانت وصلت ل 48 و 49 في فاس وفي مناطق تانية. ودرجة الحرارة كانت مرتفعة برضو في كازابلانكا. كنت معاها على تواصل وكنت بكلمها عشان تجيب تورتة لأحد أفراد الأسرة، أختها، عشان عيد ميلادها. ولكن عرفت منها بالصدفة إن هي درجة حرارتها سخنة وإن هي تعبانة أثناء المحادثة. بدأت أطمن عليها، طب روحي الدكتور، طب كده، على مدار كام يوم متتابعين يعني. وللأسف هي ما كانتش لوحدها اللي تعبانة، كان كل أفراد البيت، هي وليها أختين غير متزوجات، حبيبة وزهرة ووالدتها، فكل البيت كان اخد درجة الحرارة العالية ديت. فانا كنت متابعهم، كنت على تواصل معاها، وللأسف انا معرفش
هي ليه قلبت الحقائق وانكرت دوت امام الناس عشان تستغله، وعشان ترفع نسب المشاهدة، وعشان تكسب تعاطف المغاربة. فللأسف بالدليل القاطع هوريكم المحادثة اللي كانت بيني وبينها، واللي على أساسها أنا عارف إن هي تعبانة، وكنت بتواصل معاها وبكلمها، واستغربت إن هي أنكرت كل دوت. وياريت محدش يقول لي انت بتطلع المحادثة بينك وما بينها. لا، هي ابتدت تقول حاجات مش سليمة، وان تقول حاجات مخالفة للواقع وقلب للحقائق عشان توصل للمخطط له. فحتة ان لم يكن احد يتواصل معي ويعرف اذا كنت على قيد الحياة ولا لا، فده كذب وافتراء، لان بالدليل ان هي بتتكلم معايا. فعشان كده انا هسيبكم مع المحادثة ما بيني وما بينها، شوفوها كاملة. نيجي بقى ان احنا نرد على النقطة الثالثة واللي اتكلمت فيها فاطمة، على ان ما كانش فيه تواصل، وان محمد مش بتواصل معايا لا على الفيس ولا الانستجرام ولا على اي حاجة، وان انا ما كانش عندي حاجة، ما طلعتش بحاجة من مصر غير التليفون، تمام، ومن البي سي بورتابل او اللابتوب، تمام، وما كانش فيه حاجة في اللابتوب مفتوحة. لا يعني هو التليفون بس اللي كان مفتوح عليه الحسابات، لكن اللابتوب ما كانش مفتوح عليه اي حاجة. لانه ما جبت معي حتى شي حاجة من غير التليفون، وحتى البيسي بورتابل اللي جبته ما كانش فيه حتى شي حاجة مفتوحة، يعني غير التليفون. التليفون هو الوحيد اللي كانت محلولة فيه القناة، وكانت محلولة فيه كاع داكشي اللي كنقدر نتواصل معكم فيه، هو اللي كانت في تليفوني هذا اللي هدرت عليه. طبعا اللي هيركز في الفيديو شوية، عشان انا يعني عندي خبرة في المونتاج من قبل ما تفتح القناة، وهنتكلم في النقطة دي بعد كده. هتلاقوا في كاتنج هي عاملاه، يعني هي قصة في الكلام. فهتلاقيها بتتكلم على نقطة مثلا ان القناة ما عليهاش حاجة، وبعد كده الكلام ما عجبهاش، فهي عملت قص، فالكلام مش راكب، فبيخليك عامل زي مشوش، فما تقدرش تلم المعلومة كاملة، فتبدأ تجمل غضبك تصبه على محمد وتصبه على أسرة محمد. فطب تعالى نتكلم في الموضوع دوت. أول حاجة، اللابتوب هو بتاعي أنا ومش بتاع فاطمة، اللابتوب بتاعي، وأنا حاطط عليه البرامج بتاعت المونتاج، وحاطط عليه لوجو القناة واللي أنا عامله اللي هو فاطمة بالروز اللي عليه الوردة، وحاطط عليه المقدمات اللي أنا عملتها كلها، سواء كانت مقدمات في البداية أو مقدمات للسفر وللسياحة، أو مقدمات لما يكون مسافرة اللي هي الطيارة، أو مقدمات تانية اللي هي بتاعة رمضان اللي انتوا كنتوا بتحبوها، ومقدمة بتاعة العيد الكبير والعيد الصغير. فكل ده كان موجود، ولذلك هي ما زالت بتعمل المونتاج باستخدام اللوجو والعلامة المائية والصور اللي كانت الصورة اللي كانت بعتتها لها احد المتابعات الجزائريات على الايميل، واللي انا خدتها ودخلتها في الفيديوهات بعد كده. طيب نتكلم على اللابتوب. اللابتوب حصل عليه هاك، محاولة اختراق، وفاطمة اتصلت بيا كلمتني وقالت لي الحقني، في عندي مشكلة في اللابتوب، وطلع لي رسالة ايرور، فاعمل ايه؟ فقلت لها طب ابعتي لي الصورة. بعتت لي الصورة، ما عرفتش اتواصل، قلت لها لا كلميني. طيب كلميني على التليفون التاني. فهي فاطمة بتقول انا طلعت من هنا بتليفون واحد. انا عايز اقول لها انت طلعتي بتليفون هواوي بي 30 برو اللي انا لسه جايبه من الامارات، جايب واحد ليا وواحد ليكي. وهتكلم على التليفون الاخر اللي كان معاها قبل كده، وكان المفروض ان انا هاخده بقى بتاعي، تمام، اللي هو هواوي نوفا 5 تي. ده غير التليفون اللي كان معاها قبل كده اللي هو سامسونج نوت 3. فهي معاها عدة تليفونات مش تليفون واحد،
عشان بس المصداقيه، بس احنا كل واحد هيبين. هواوي نوفا 5 تي ده انا كنت جبته لها قبل كده في عيد ميلادها، وكان موجود في فيديوهات في بدايه القناه، تمام. بس اكيد هي من ضمن الفيديوهات يا شالته يا اما لسه موجود، ممكن تشوفوه. طيب خلونا نتكلم على المهم. احنا دلوقتي في اللابتوب، تمام. في المحادثه اللابتوب حصل عليه عمليه الاختراق، وهي بعتت لي الصوره وانا بدات اتواصل معاها، وبدات اكتشف ان فعلا جوجل اكتشفت ان هي نزلت احد البرامج هناك، قد يكون وهي بتتفرج على مسلسل، بتتفرج على حاجه على اللابتوب، فنزلت احد البرامج، والبرنامج ده عمل محاوله للاختراق والتسلل على الايميل بتاع جوجل وعلى القناه، وبالتالي جوجل عملت عليه هولدنج على طول، وقفلت الاكونت بتاع جوجل والقناه على جهاز اللابتوب. وبالفعل الرساله اللي جات لها دي كانت تنبيه امني من شركه جوجل لحمايه الحساب وحمايه القناه من عمليه الاختراق، تمام. وبالفعل جوجل بعتت ايميل على ايميل القناه بان كان في محاولة اختراق، وانا طمنتها وهديتها، وحاولنا نشيل البرنامج اللي كان عامل مشكلة ونأمن الحساب شوية ونأمن اللابتوب، بس قلنا مش هنفتح القناة عليه في الوقت الحالي لحد ما نعمل شيك اب كامل على الايه، على الويندوز وعلى البرامج، عشان ممكن يكون في ثغرة تبقى اتقفلت. فعشان يتفتح تاني لازم يكون يا اما انا معايا، يا اما بقى يتشال الويندوز خالص وينزل بقى ويندوز جديد. طبعا كل ده ما اتذكرش، واتقال ان اللابتوب ما عليهوش اي حسابات، وده عكس الواقع. اللابتوب كان مفتوح عليه فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وايميل جوجل وادسون، اوكي. ففاطمه انكرت كل الحسابات اللي هي مفتوحه، سواء كان فيسبوك او انستجرام او يوتيوب على اللابتوب. طيب عايزين برضو نخش بالدليل على المحادثة اللي تمت ما بيني وما بينها على الشات، وفيها الصور بتاعة اللابتوب، واحنا بشيك على البرامج، وانا بتصل بيها وانا بقول لها كلميني من تليفون اخر فيديو عشان اقدر اشوف المشكلة ايه واعالجها، لان هي ما كانش عندها خبرة. وايضا في محادثة صوت وهي بتتكلم على ان معايا برضو عشان المخطط اللي هي في دماغها عشان توصل للتندونس، فحبت تعمله معايا. اتكلمت معايا في حتة ان اللابتوب معلهوش اي حاجة مفتوحة، وانا لما اتكلمت معاها قلت لها لا، انت عارفة ان حصل محاولة اختراق، فرجعت بعد كده اعترفت بالنقطة ديت. فانا هسيبكم مع التسجيل الصوتي ومع المحادثة الشات عشان تعرفوا الحقيقة ومين بيقول الصح ومين بيقول الغلط. ما عنديش حاجة محمد، ما عنديش حاجة. انت ماسك كل الثلاث قنوات او القناتين او الانستجرامات او كل شيء ماسكه انت. انا ما عنديش حاجة. انا عندي ايه؟ انستجرام انا ماسكه. انت الانستجرام بتاعك انت اللي معاك التليفون. ماشي، معايا تليفون مش معايا حسابات. انا ما عنديش حاجة. مش فاهم يعني ايه معاكي تليفون معكيش حسابات؟ ماشي، ما انت بتتحكم في كل حاجة. ليه انا اتحكمت فيكي في حاجة؟ في ايه؟ انت يعني عندك انت الحساب مثلا، اذا على اليوتيوب، اذا على القناة، واذا على الانستجرام، كله مفتوح عندك على الكمبيوتر. انا حتى اللابتوب اللي معايا مش مفتوح عليه ولا حاجة. ايوه، ما هو هتعمل عليه هاك، ما انت عارفة. ماشي تمام. يعني انا بقول لك حتى اللابتوب ما عنديش مفتوح عليه حاجة. ما انا عارفة ان هو حد عمل عليه حاجة، وانت اللي خلتني اعرف ازاي ارجع واطفي، وقلت لي بلاش تفتحي مرة تانية، خلاص بلاها وزي ما هو. النقطة الرابعة واللي هي اتكلمت فيها على ان محمد هو اللي حل القناة، وهو اللي كان بيوريني المونتاج وكان بيعاوني فيه. كان بيعاوني، مش هو اللي كان بيعمله، وهو اللي كان بيساعدني في كل شيء، هو اللي كان بيأمن القناة، هو اللي كان بيعاوني فيها، وهو اللي كان بيساعدني فيها، وهو اللي كان بيأمن القناة. ولكن طبعا كاميرتها او صورتها هي اللي كانت في واجهة القناة، فعشان كده هي قالت هي اللي كانت بتعطي صورة زوينة على المغرب وعلى المرأة المغربية في مصر، وهي اللي كانت بتنقل الحضارة والثقافة المصرية للمغاربة. هي اللي كانت بتقوم تطبخ، هي اللي كانت بتصور، وهي اللي كانت بتعطي أفكار وبتشاركها عشان القناة تكبر. أنا هسيبكم مع مقطع صغير من لالا فاطمة في أول لقاء عملناه لينا في رمضان من 2 سنين. كانت لسه القناة في بدايتها،
وكانت لسه بتكبر، فهتعرفوا مين صاحب الفكرة ومين اللي قال او طلع اسم بيلا روزا. معكم فاطمة من قناة فاطمة بيلا روزا. بالنسبة للفكرة ديال القناة بصراحة كانت من عند سي محمد، هو اللي اقترح علينا من بعد ما حماتي خدات التقاعد، يعني من بعد ماشي بزاف، يعني جيت لمصر فحماتي خدات التقاعد وجلسنا بجوج في الدار، فكانت الروتينات كنت كنتعلم منها الأكلات المصرية وكذلك هي كتعلم مني الأطباق المغربية. صراحة أنا كنت في الأول متخوفة، ما كنبغيش نشتغل بزاف في المونتاج لأنه ما كنتش كنعرف ليه بزاف، لكن هو بصراحة ساعدني وهو اللي علمني المونتاج، وهو كذلك اللي عطاني بزاف ديال النقط اللي فاتني من بعد في التصوير ديال الفلوقات ديالي. بيلا نوفا ما عنديش بها شي علاقه ونهائيه ولا تشابه الاسماء ولا انني نقلت منها الاسم ولا حتى شي حاجه. فبالنسبه للناس اللي كتسولني علاش بيلا روزا، انتم عارفين فاطمه كنقولوا فاتي فلور فاتي فلور ورده، وهكا الاسم كان صراحه باش نجاوب الصراحه الاسم كان اختيار من الزوج ديالي اللي هو اصلا قال لي فاطمه بيلا روزا، يعني فاطمه الورده الجميله، ففاطمه بيلا روزا، بيلا يعني جميله، روزا الورده الجميله باللغه اللاتينيه او اللغه الاسبانيه. اللي عايز كمان اقوله ان القناه في بدايتها اللي كان بيشتغل عليها اول سنه انا، هي ما كانتش بتشتغل في المونتاج، ما كانتش تعرف حاجه في المونتاج، ما كانتش بتصور، انا اللي كنت بصورها، انا اللي كنت بعمل لها الفيديوهات، انا اللي كنت بعمل المونتاج، انا اللي كنت عملت اللوجو بتاع القناه، وانا اللي فتحت القناه، وانا اللي كنت بأمنها، وانا اللي كنت بشتغل عليها في الوقت اللي كان مفيش مشاهدات، وكانت المشاهدات تكاد تكون 50 مشاهدة و100 مشاهدة 200 مشاهدة 1000 مشاهدة. كانت هي سايبة القناة وما كانتش تفرق معاها، وكانت تقول لي انا هفضل اتعب نفسي على ايه. فانا اللي كنت شايف ان ده حلم، وشايف ان ده امل، وشايف ان دي حاجة حلوة هتوصل ثقافة مغربية لشعب مصري وثقافة مصرية لشعب مغربي، وتقرب الشعبين من بعض وشعوب المغرب العربي عامة، وإن كل حبابنا وصحابنا وأقاربنا وكل الناس اللي بتتابعنا من كل دول أوروبا، والناس اللي عايشة لوحدها اللي محتاجة جزء من جو الدفء الأسري أو إن هي تشوف حاجة. في بداية القناة قعدت حوالي السنة عقبال ما جابت حوالي 15,000 متابع. خدت طبعا مجهود كبير وكانت في البداية كبيرة، وده طبعا لأن كانت في البداية فاطمة بس اللي بتخليها تظهر، وعشان نعمل كواجهة للقناة. تمام. وللأسف ما دخلتش أنا في القناة لفترة عشان نقدر نوقف القناة على رجليها، لكن اكتشفت بعد كده بكل استبعاد لينا وان احنا ولا اكن احنا شيء، ولا اكن الموضوع ده كان حاجة احنا عاملينها شراكة ما بيننا. وكانت هي دايما تقول لي انا مش عايزة القناة، انا ما تفرقش معايا، ما تسواش عندي شيء، لو سيبنا بعض او لو حصل اي شيء فانا مش عايزاها. بس الحاجة طبعا لما بتكبر بتتغير النفوس وبتتغير الفكر وبيتغير طريقة التعامل، وممكن توصل للحد اللي انتوا شفتوه ده. سامعني؟ سامعك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عندي مشكلة في النت فممكن الصوت يوصل متأخر. ماشي. ما انا عارف ان بيفصل كل شوية عندك الظهر. لا الصبح يعني قبلها كان مشكلة في التليفون في النت. عملت ايه في موضوع القناة؟ ماشي، هظبط القناة التانية وهفك الادسن بتاعها وهظبط معاك. اللي هي القناة التانية اللي بتاعتنا، مش انت قلتي اخد القناة التانية؟ لا انا مش اخد القناة التانية. امال؟ لا والله ما قلتش اخد القناة التانية. انت قلتي لي هتاخد انهي قناة وهتديني انهي قناة، صح؟ لا قلت لك انت هتعمل ايه في القناة، قلت لي اعملي فيديو، كلمتني على اساس ان انا اعمل الفيديو وانا ابعته لك، قلت لي هحطه في القناة. تمام. مش ده اللي اتكلمت معايا فيه؟ قلت طيب ما ينفعش. قلت لي خلاص يبقى هتديني قناة انهي؟ ما هو القناة لحظة بس. قناة. قلت لك انت عايز تطلع انهي قناة؟ عايز اطلع لو عايز تطلع قناة معينة فاحنا هنعمل فيديوهات ورا بعض، يعني انا اتكلم في الفيديو ده
مثلا على موضوعنا وانت تتكلم في الفيديو التاني، كده هيطلعوا قناتين مع بعض. طبعا المواضيع بتكون متوازية، ما هو الناس هتحب تسمع منك ومنك. ايوه، فقناتين مع بعض هيرجعوا او هيطلعوا. بس ما هو عشان انت القناة ايه؟ ما هو عشان القناة، عشان ايه؟ عشان القناة التانية تشتغل عندك لازم تتحول للأدسن عندك. طيب ماشي خلاص، انا مش عايزة اي قناة. ليه؟ لا مش عايزة خلاص، ما عنديش مشكلة. طب ما انت المرة اللي فاتت كنت مرحبة قلت لي اي قناة خلاص شوف هتاخد انهي وتجيب لي انهي. لا قلت لك انت عايز انهي قناة بس. طيب. يعني عرفني ان أيوة، انت خدتها، قلت لي هشيل انا من هتديني عندي كل شيء، مش هعدل. هي الاول انا ماليش في التعديل، يعني مش هطلع محمد وفاطمه وفي الاخير اشيل محمد واحط فاطمه. انا ماليش في التعديل الحاجات دي. لو انا عايزه ابتدي قناه من اول وجديد هبتدي قناه جديده وباسم تاني او باي موضوع تاني واي حاجه تانية، بس نعرف الناس. ودي امسحها من عندي من التليفون، يعني ما تفضلش ورايا. انا لو كنت عايزة كنت نشرت فيها من الاول. مش مشكله، غير لها والمرة اللي الاسم ان فاتت شاء الله، قلت لك اعطيها لاي حد نفسك فيه. قلت لك دي كانت حاجة مشتركة ما بيننا، قلت لك تعالي اشتغلي عليها وفي نفس الوقت ولو في اي حاجة هحولها لك. قلت عملت فيديو وجالك فلوس عليه هبعته لك. يا محمد يا محمد، لو شوية عقل يعني. القناة بادية بيا كمرتي انا بوشي انا من الاول. عايز ارد على النقطة اللي قالت فيها فاطمة ان بالنسبة للقناة ان انا طلبت منها ان القناة دي تكون بينا مشتركة، وانا عارف ان هي القناة دي محط انظار ومحط اهتمام لفاطمة، وان هي ممكن كانت تغدر وان هي تاخد القناة. وانا كنت حاطط القناة ما بينا بحال جين متزوجين وعندهم مشروع مشتركين فيه واتطلقوا. بيضل المشروع، يا اما المشروع دوت بيضل وبيستمر وكل واحد فيهم بيديره بالطريقة اللي هو شايفها بالتعاون وبالاتفاق مع بعض، او ان هم بيخلصوا واحد بياخد شريك اخر ويخلص الشخص الاخر. تمام. او ان هو لما بيظل الموضوع دوت موجود ما بينهم فبيبدأ في حديث وفي نوع من الاحتكاك والكلام اللي بيساعد بعد كده على ان احد الطرفين ممكن يحصل من ناحيته تنازل شوية او يحصل تصحيح لبعض المفاهيم، فيحصل نوع من الود والمحبة وتعود المحبة والود تاني، وكانت ممكن تعود علاقتنا مرة اخرى ويرجع زواجنا مرة اخرى. بس للأسف بقصر نظرها وان هي بصت تحت رجليها، ما عندهاش رؤية، ما عندهاش فيجن، ما عندهاش ان هي تبص للامام. فاول فرصة قدرت ان هي تحصل على القناة او تسرق القناة، ما تأخرتش عليها. وهنتكلم على النقطة ديت بتاعت القناة في النقط الجاية ان شاء الله. دلوقتي بس هسيبكم في مقطع من محادثة صوتية ما بيني وما بينها اللي بتقول ان انا عايز الموضوع ده يكون ما بيننا زي اي مشروع ما بين زوجين، لان هي انكرت الموضوع ده تماما وحاولت توصله ليكم على اني انا عايز استولي على القناة وانا الانسان الشرير اللي متوقف على القناة وما اقدرش استغنى عنها، فانا ممكن ارمي زوجتي لكن مرميش القناة. فيمكن اهتمامي بالقناة ما هي الا شيء مشروع تعبت فيه واستثمرت فيه جزء كبير من وقتي ومجهودي وان انا اسهر واروح واشتغل معاها ونعمل ونخرج ونتفسح ونغير جو واروح على شغلي ونعمل حاجات كتير. بس عايز اقول لها ان الانسان اللي بيتعب وبيبني عمره ما بيهدم. فانتي ما تعبتيش في القناة قد ما انا تعبت فيها وبنيتها من اول ما كنت انا اول مشترك فيها لحد ما اصبحت دلوقتي
160 أو 161 ألف متابع. فعايز أقول لها إن اللي بيتعب في مشروع أو اللي بيبني حاجة عمره أبدا ما يقدر يهدها بإيده مهما حصل. ممكن يسمح لي أي حد تاني إن هو يهدها، لكن عمره ما هيقدر يهدها بإيده. وأنا عمري ما كنت لا هخترق القناة ولا هسرقها منك ولا ههدها ولا امسحها ولا أي حاجة من دي، عشان مش هقدر أعمل حاجة زي كده. خليكم مع الدليل. انت جيت كلمتني على اساس ايه؟ هتاخدي الفيديو وهتحطيه، ولما هيجي فلوس من الفيديو ده هبعتهولك. يعني للدرجة دي اصبحنا بنعمل فيديو واعمل. طيب ماشي، انت عايز تستغل ناس ان احنا لسه عندنا قناة وبظهر فيها انا وبظهر فيها انتي وبنظهر فيها. يعني استغل ناس ايه واستغل ايه؟ يعني قناة كانوا 2 بيعملوا فيها فيديوهات، ال2 دول انفصلوا، بس هيفضلوا يعملوا فيها فيديوهات. هي من وجهة نظرها في بلدها وهو من وجهة نظره في بلده. طيب انا عن نفسي، انا كمتتبعة، بلاش انا فاطمة، انا كمتتبعة مش هيعجبني. خلاص القناة عايزة اعرف حياة شخص واحد. يعني الحق لك في التفكير وفي مراجعة الناس، نفس حقي في التفكير ومراجعة الآخرين. أنا مراجعة الناس يعني إيه مراجعة الناس؟ مش فاهم. ما تركزش في الكلمة، ما تركزش في الكلمة. طيب إحنا زي أي 2 بيبقوا شركة في حاجة وبيفضوا الشراكة، أو بيبقوا قاعدين شراكة في نفس المكان. ماشي بس فأنا قلت لك القناة التانية قناة فيها اسمها شراكة نهائيا، عمرها ما حصلت. ما أنت كل شوية بقرار. أنا ما عملتش ولا قرار عكسي ولا قلت حاجة. أنا اللي اتكلمت معاكي على موضوع القناة، مش انت اللي كلمتيني عليها. مش هينفع يعني، ما يدخلش العقل يا محمد تطلع تقول للناس انا فيديو اليوم فاطمة عاملاها في المغرب وبكره انا هعمل فيديو في القاهرة. طب انتوا مش مع بعض؟ طب ازاي انتوا بتشتغلوا؟ ليه احط نفسي في موقف محرج؟ انا عن نفسي لو بتابع حد مش هستحمله. خلاص ما دام انتوا اعلنتوا على الانفصال خلاص. جه على فيسبوك وانستجرام ما عرفش انا اللي سرقتهم منه. هو محمد سرق القناة وان ولاد الخير، لكن مين هم ولاد الخير دول؟ خلونا نعرف مين هم ولاد الخير.